والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. هذا الحديث الجامع يستهدف من خلاله مقاصد عدة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن النصيحة يحتاج إليها كل الناس. صحيح. لا يمكن لأي إنسان مهما ارتقى وعلى إيمانا وفقها وفهما وخبرة أن يدعي أو أن يزعم أنه فوق النصح. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، بهذه الصيغة الاستغراقية. هذه الصيغة تفيد الاستغراق والشمول. الدين النصيحة، كانه يختزل الدين الإسلامي العظيم الذي ارتضاه الله لنا في النصيحة، لأن النصيحة تجبر النقص، لأن النصيحة توجه، ترشد، تعلم، تبين، توقظ إلى آخره. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن كنت نسيت وكتابه. نعم، فالله يبارك فيك. فالنصيحة تستوعب الجميع. يعني أستاذي الكريم، في نعم. النصيحة، يعني النصيحة يقال أيضا أنها الإخلاص، يعني فيها نصحت العسل أي خلصته. يعني نعم، لغة يعني كلمة النصيحة من النصح، نصحت العسل مع صفيته. فبالتالي تحمل معنى الإخلاص، تحمل معنى الصفاء، معنى النقاء. لذلك لا يمكن للناصح إلا أن يكون أمينا، لا يمكن للناصح أن يكون إلا مخلصا، فلا يقول إلا ما يرضاه لنفسه، طبقا لحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرسل صفوة الخلق جميعا كانوا ناصحين، وهناك آيات في هذا الباب. كانوا ناصحين، ينصحون أقوامهم، يوجهونهم، يرشدونهم، يبينون مواطن الخلل في سلوكهم، ويبينون مواطن الانحراف في عقائدهم، فهم خير الناصحين. والصحابة كانوا كذلك. إذا كان قرينا أول خطبة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق يقول: لقد وليت عليكم ولست بخيركم. شوف التواضع يا أخي بلال، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إلى أن يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، إلى آخر الخطبة الرائعة التي تعتبر نبراسا في الطريق، تحدد معالم في الطريق لكل من يتولى المسؤولية على الناس، لكل من يرعى شؤون الرعية. وعمر أيضا، تقريبا خطبة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد طبعا أبي بكر الصديق تشبه هذه الخطبة، إلى أن يقول: من رأى في اعوجاجا فليقم ويمه. فنهض أحدهم قائلا: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. فهذا اسمه بلغة العصر إنضاج الرأي العام. معناه الرأي العام، وجاء يعني: لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. بارك الله فيك. معنى الضمان الكبرى لولي الأمر، للحاكم المسلم، يكون عنده أمة، يكون عنده رعية واعية فاهمة، عندها رأي عام ناضج يضبط حركة ذلك الحاكم ويوجهه وينصحه وهكذا. فبالتالي إذن، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة عاشها ومارسها، ونصح الصحابة وأمرهم أن يكونوا من الناصحين، وبين أيضا شروط هذه النصيحة. لأن النصيحة أستاذي الكريم، قبل الخوض في شروط النصيحة، السامع حينما يسمع النصيحة لله، كيف تكون النصيحة لله ولرسوله ولكتابه؟ مفهوم لأئمة المسلمين وعامتهم، لكن كيف تكون النصيحة لله ولرسوله ولكتابه؟ نعم، نصيحة لله تكون بالإيمان بالله عز وجل، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإخلاص الإيمان لله عز وجل. إذا قلنا كلمة النصح تحمل كلمة الصفاء والنقاء، فلا يصح أن تكون العقيدة أو أن يكون الإيمان مشوبا بشوائب الشرك.
لذلك ربنا سبحانه في القرآن الكريم في أواخر سورة البقرة قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني الكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة نعم الوثقى. يسبق الإيمان بالله، والنتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله نفي، ويؤمن بالله تساوي إلى الله. نحن نقول باستمرار لا إله إلا الله، يعني كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالإيمان يجب أن يكون ناصحا، يجب أن يكون صافيا، يجب أن يكون نقيا. نعم. كذلك لكتابه، وكذلك لكتابه أيضا العمل بكتاب الله عز وجل بإخلاص. فلا يصح للإنسان مثلا أن ينتقي بين الآيات، هذه الآية يطبقها وتلك لا يطبقها. لذلك وكذلك ما نقوله عن الكتاب نقول وهو الوحي، نقول أيضا عن الشق الثاني الوحي وهو السنة النبوية. لذلك هناك آية جامعة في سورة النساء في الآية 65 رب يقول فلا وربك لا يؤمنون. حتى علماء الشريعة وعلماء التفسير بالذات قالوا هنا المراد بنفي كمال الإيمان، ما هوش نفي مطلق الإيمان، لا، كمال الإيمان مش صحة الإيمان. باش نوضحوا هذه المسألة، ربي سبحانه يقول فلا وربك لا يؤمنون، نفي كمال الإيمان إلا بثلاث شروط ورد في هذه الآية. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا إذا عرضت عليه قضية يحكم كتاب الله وإلا سنته، كما قال معاذ بن جبل حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام قاضي اليمن، قال بما تقضي بين الناس؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد فقال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل. إذن كان ناصحا أمينا، كان صادقا في سلوكه، صادقا في إجاباته. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. إذن ربنا سبحانه وضع الشرط الأول في هذه الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم بوحيه بالقرآن الكريم أو بسنته الشريفة المطهرة. الشرط الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وهذا أيضا يحمل معاني الإيمان والإخلاص الصادق في التعامل مع الوحي. معنى أخي بيال ممكن الإنسان يطبق مقتضى الآية ولكن هو قلبه رافض، يقول لك الشيخ بلال قال هذا الكلام نطبقه خلاص هكذا، يعني كما كونتر كور، يعني القلب ماهوش راضي. ولكن ربنا سبحانه دخل في عمق قلب الإنسان، قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، معنى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث وهو التسليم الظاهري، يعني التطبيق العملي لما حكم به نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في النصيحة لله ولكتابه ورسوله. سيدي الكريم الآن هناك معاني أخرى يعني أكيد. أستاذي الكريم الآن نتكلم عن آداب وشروط النصيحة. الإنسان إذا أراد أن يبلغ النصح لابد أن يتمتع أو أن يكون على علم بالطريقة التي يبلغ بها النصح. لأنه بعض الناس ربما قد يظن نفسه ناصحا وفي الحقيقة هو فاضح لغيره. بعض الناس يظن نفسه ناصحا في قضية معينة ولكنها قضية خلافية في الأخير، الناس يعني الفقهاء والعلماء اختلفوا فيها. كيف يكون الإنسان ناصحا لغيره؟ بارك الله فيك. الكيفية تظهر في هذه الشروط. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. معنى الإنسان ابتداء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لازم واحد في المنطلق نتاعو في المبتدأ نتاعو ينصح لوجه الله. قال هناك خلل، هناك خطأ، هناك اعوجاج، هناك انحراف. الإنسان هذا الناصح يوجه النصح للمنصوح، للشخص الذي يتلقى النصيحة. لازم هذا الناصح الشرط الأول لازم يستحضر هذا الإخلاص، لأن الخلاص في الإخلاص النية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العلم. أنت لا يمكن أن ينصح. يعني أستاذي الكريم في موضوع النية، في موضوع الإخلاص في النية، أن الإنسان يريد وجه الله، لا يريد شهرة ولا يريد شماتة بالآخرين ولا يريد من جهة أخرى التشهير بهم أو ما شابه ذلك، بل يريد أن ينصح أو التعالي أو التعالم. كل هذا مرفوض. نفي كل ما ذكرت. جزاك الله خير يا أخي بلال. هذه المسألة ذكرتها يجب أن يستبعدها الإنسان من خلده، يجب أن يستبعدها من قلبه، وإلا هذا الشرط لا يتحقق، شرط النية. الشرط الثاني يا أخي بلال هو العلم. أنت ما يقدرش واحد ينصح
في مسألة هو لا يعلمها أبي بريبر كيما يقول هكذا قال راه يخلص لا. لذلك عجبني كي قلت لي باللي حتى في المسائل الخلافية في المسائل الفقهية مثلا صحيح. يجي واحد يروح ويشوف واحد آخر يقول له شوف أنا لك أن يصيح أمين عود الوضوء نتاعك ما تعرفش. معليش نعطيك مثال عملي حقيقي. قال لك في إحدى المرات إن شاء الله السادة المشاهدين يسمحوا لنا على هذا المثال. في واحد شاف واحد آخر يتوضأ وكي توضأ هذاك الإنسان توضأ وصل لمسح الرأس دار هك فقط. وبعدين هذا الناصح قال له أروفير معنى الوضوء نتاعك باطل. وهذاك عنده علم قال له هذا الوضوء نتاعي جائز يعني الطريقة هذه اللي مسحت بها الرأس جائزة من الناحية الفقهية. وهذا واش قال له؟ قال له ربي واحد وضوء واحد فقط. وبعد ذلك الإنسان المنصوح قال له يعني كيف يعني ما كانش طريقة أخرى لمسح الرأس؟ قالوا نعم. قالوا لازم دير هك يعني هو قالها آلي روتور. وطبعا احنا في الفقه المالكي هكذا صحيح. ولكن عند باقي الفقهاء كاين طرق أخرى لمسح الرأس لأنه ربي كيقال في القرآن الكريم وامسحوا برؤوسكم. الباء هذه تحتمل أكثر من معنى من معانيها البعضية التبعيض يعني بعض الرأس يجزئ وكذلك من معانيها الإلصاق إذا كان واحد كي دار هكا بالماء في يده يعني في النهاية يجب الإنسان في نصحه أن يكون عارفا. بارك الله فيك باش ما يبقاش هناك مشكلة. الشروط الأخرى سيدي الكريم. الشروط الأخرى الشرط الثالث أنه لا يفضحه أمام الناس يعني يدل النصيحة وحده. وهناك يعني مثل شائع نعم. النصيحة وسط الناس فضيحة. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العملية كي يشوف خلل ما يقولش فلان دار كذا وكذا يفضحه قدام الناس لا يقول ما بال أقوام هكذا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا معناه يوجه النصح للمعني وفي الوقت نفسه يعلم الآخرين دون أن يفضح المنصوح. هذه أهم شروط النصيحة. وهناك شرط آخر أن الناصح يتقبل الأذى من المنصوح يعني قد يرد عليه بارك الله فيك. ممكن تحاول تنصح إنسان نصيحة صحيحة وبخالص النية ولكن يرد ردا سيئا. لازم الناصح يتحمل ذلك الأذى لوجه الله تعالى. نعم يعني قد تجد إنسان أستاذ يعني على سبيل المثال يعني وهذه حدثت في واقعنا المعيش. إنسان ينصح إنسان مثلا فقط في إطار سيارته يقول له إطارك فيه ثقب أو أنه ناقص أو ما شابه ذلك فيرد عليه يعني هذه في القيادة فيرد عليه بيقول له يعني أنا رأيتها وما دخلك يعني أكرمك الله. فيعني هذا الإنسان يجب أن يتقبل. ربما صحيح. بعض الناس يرد رد فعل يقول أنا لن أنصح مرة أخرى كما يقولوا يعني أنا نحفر له في قبر أمه وهرب لي بالفاس يعني هذه موجودة سيدي الكريم. صحيح. ولذلك الإنسان كما قلت دائما يهيئ نفسه لتقبل يعني رد فعل المنصوح ويفعل ذلك لوجه الله تعالى والله لا يضيع أجر المحسنين. شكرا لك فضيلة الشيخ على ما ذكرتنا به وقد أجدت وأفدت. مشاهدينا الكرام